محدش يسأل الدلو ماله، اسألوا الناس عملت فيه ايه عشان يوصل لمرحلة الاستغناء دي. النهاردة هحكي لك عن زلزال الدلو اللي جاي، النجاح اللي هيخرس كل الألسنة. برج الدلو اليومين دول في حالة فلترة شاملة، طاقته مش خلصانة كسل، طاقته خلصانة مناهدة وكلام كتير ملوش لازمة مع ناس ما بتفهمش. هو دلوقتي في مرحلة الانسحاب التكتيكي، يعني موجود معاك بجسمه بس عقله في كوكب تاني، بيراجع حساباته وبيشوف مين اللي يستاهل يكمل معاه الرحلة الجديدة ومين اللي مكانه كان غلط من الأول. الدلو بيعاني من غربة وسط الناس، حاسس انه سابق الكل بتفكيره ومحدش مقدر حجم التضحيات اللي قدمها في صمت. عشان كده قرر يشتري دماغه ويبيع اللي باعه بدم بارد. عاطفيا نفسه في احتواء بس بكرامة، ما بيقبلش الشفقة. دماغه دلوقتي بتفكر في مشروع عمر هيثبت فيه للكل انه رقم واحد وما بيقبلش غير بالقمة. اللي جاي لبرج الدلو مش مجرد نجاح، ده انفجار تعويض عن وجع قديم وخذلان من أقرب الناس ليه. في حق هيرجع وفي باب مقفول هيتفتح بقوة القدر. الدلو داخل على قرار مصيري ملوش رجعة، بس القرار ده هو اللي هيصنع أسطورته من جديد. نصيحة للي خسر الدلو الفترة دي، ابعد عن طريقه تماما، لأن اللي جاي تصفية حسابات بالنجاح والهيبة. اللي فات مات والصفحة اللي اتقفلت الدلو حرق الكتاب بتاعها خلاص. الدلو ما بيتكلمش كتير بس صمته بيبقى زلزال. لو انت دلو اصيل اكتب لي جملة واحدة بتوصف حالك دلوقتي وعرفني ايه اكتر خيبة امل خلتك تقفل الباب وترمي المفتاح. ومين البرج التاني اللي خايف من زلزال الدلو اللي جاي؟